مع الإخوان المسلمين؟ مجبرة لو اختارهم الشعب. أولا في السياسة ما فيش لا صداقات دايمة ولا عداوات دايمة، ولكن في مصالح دايمة. وأنا واثق من حاجة واحدة، أن الإخوان المسلمين لو انتخبوا ديمقراطيا فسيفوزون من المحيط إلى الخليج ومن البحر إلى النهر. فهي تجربة لا بد وأن ناخذها مثلما نجح الإسلاميون في تركيا وفي غيرها، ونجحوا ونهضوا بأممهم ونهضوا بشعوبهم نهضة عظيمة. وإن كنت أنا بقول الإخوان ما كانوش على الإطلاق ورا هذه الثورة، ثورة 25 يناير، ولكن هيلعبوا دور ويلعبوا ورقة. ويكفي إن هم أكتر ناس منظمين في مصر، وعشان ما يحصلش ما يسمى بالفراغ الدستوري. أنا بتخيل لو حدثت انتخابات بالفعل مراقبة دوليا سيفوز الإخوان بنسبة 90%، وأنا أول واحد سأصوت للإخوان، ليس اقتناعا رغم أن أنا علماني، رغم أن أنا لايق. لما ستصوت الإخوان؟ لأن الإخوان وأنا أعلم عنهم تماما هؤلاء البشر قلبهم على مصلحة مصر، ناس بيساعدوا الفقير والمحتاج والمعوز، وعندهم حلول لأشياء كتيرة. أنا ضد التطرف الديني لا محالة، وهم ليسوا متطرفين لأنهم معظمهم أساتذة طب وأساتذة هندسة ومدنيين في المقام الأول، ولكن التمسك بالإسلام بما أن الغرب يهاجم الإسلام يعني رغبنا في الإسلام. أنا عندما يهاجم ديني وعقيدتي، وأنا لم أكن حتى من هؤلاء الذين يرتدون المساجد، أصبحت أرتدي المساجد.